النهاردة إن شاء الله هنعمل أحلى كفتة جريل في البيت بطعم المطاعم وطعم خطير ومكونات بسيطة. إن شاء الله هتعجبكم. كملوا معايا الفيديو للآخر والطريقة ونشوفوا أحلى كفتة هتعملوها بإذن الله في البيت. معانا نجيبوا اللحمة مفروم، ومعانا بصل مفروم وننزل عليها بشوية بقدونس، وهنجيب فلفل كوبي أخضر نقطعه كرات بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وهنجيب فلفل ألوان برضو أصفر وأحمر زي ما انتوا حابين، ده اختياري برضو عندكم. احنا عملنا اللحمة معانا الربع بتاعها هيبقى سمين عشان تبقى متماسكة معانا وما تتحرقش وهتدينا تيست عالي. تمام. هنقطع الكرهات الفلفل دوت قطع صغيرة خالص على قد ما نقدر، دوت هيدي طعم جميل معانا برضو في التتبيلة اللي احنا هنعملها ديت زي ما احنا شايفين. ومعانا هننزل بالبهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسمر وكبيبة صيني وبابريكا وبهارات لحم بس، ونمكسها بالطريقة ديت زي ما احنا شايفين. نمكسها كويس عشان كل المكونات تدخل مع بعضها، وهنصبعها وهننزل على الجريل. واهم حاجة دلوقتي يكون الجريل اللي معانا سخن خالص، يعني نسخنه كويس جدا وننزل عليه بالكفتة زي ما احنا شايفين لحد ما تاخد اللون والتسوية بتاعتها تكون ممتازة من بره ومن جوه، ويكون اللون بتاعها حاجة حلوة هتعجبكم ان شاء الله. اللي حابب برضو يتعمل في سيخ تتعمل تشتغل معانا، تشتغل على جريل زي ما انتوا عايزين. بصوا الشكل بتاعها حاجة تحفة، ما اقولكمش بقى على الطعم بتاعها. ان شاء الله تجربوا معايا الطريقة ديت وهتعجبكم، من اجمل الوصفات. حابين برضو تعملوها صوابع زي البرجر كده زي ما انتوا عايزين، وان شاء الله هتعجبكم. وبكده تكون زي ما انتوا شايفين الطبق حاجة خرافة وريحة وطعم، ان شاء الله هتعجبكم. متنسوش المتابعة واللايك والشير عشان تشوفوا كل جديد مع مطبخ مرجان.